في خطوة تعكس أهميته الكبيرة في منظومة هانز فيليك، يقترب البرازيلي رافينيا من العودة إلى الملاعب بعد غياب دام عدة أسابيع بسبب إصابة في العضلة الخلفية تعرض لها أثناء مشاركته مع المنتخب البرازيلي خلال فترة التوقف الدولي في مارس الماضي. ووفقا لصحيفة سبورت الإسبانية، يمتلك الجناح البرازيلي فرصة حقيقية للمشاركة أمام أوساسونا ولو لدقائق معدودة بهدف الوصول إلى الجاهزية الكاملة قبل مواجهة الكلاسيكو المرتقبة أمام ريال مدريد. ويعد رافينيا أحد أبرز اللاعبين تألقا مع برشلونة هذا الموسم، حيث ساهم بشكل حاسم في صدارة الفريق للدوري الإسباني من خلال أهدافه وتمريراته الحاسمة. وتأتي هذه الخطوة المدروسة لتجنب أي انتكاسات مع إعطاء اللاعب دقائق لعب تدريجية أمام أساسونا المقرر إقامته يوم 2 مايو المقبل، ليكون في أفضل حالته البدنية والفنية عند مواجهة الغريم التقليدي ريال مدريد يوم 10 من ذات الشهر على ملعب الكامب نو، في مباراة قد تكون حاسمة في سباق اللقب. ويأمل الجهاز الفني بقيادة فيليك في استعادة خدمات رافينيا الذي يعتبر من أكثر اللاعبين حماسا وتأثيرا في الفريق لتعزيز الخيارات الهجومية قبل المرحلة الحاسمة من الموسم.